السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا معانا نعمل القرص الطرية باللبن الرايب. معانا نص كيلو دقيق أو 3 كوبايات ونص دقيق، نص معلقة كمون مطحون، نص طحنة، ومعلقة خميرة صغيرة، ومعلقتين سكر، ونص معلقة بيكنج باودر، ورشة ملح، وكيس واحد فانيليا ظرف. هنا نص كوباية معلقتين زبدة على معلقتين زيت، أو معلقتين سمنة أو معلقتين زيت على معلقتين سمنه. يعني ايه نص كوبايه كلها اي حاجه، زي ما تحطيها سمنه على زيت، زبده على زيت، اي حاجه متاحه بين ايديك. هنقلب الخليط الجاف على بعضه كده، وهنروح نازلين بالسمنه بالزيت والزبده دي زبده مسيحاها نص تسحين، زبده على زيت نص كوبايه بس. هنروح محطينها، او نص كوبايه سمنه بيبقى جميل جدا، او نص كوبايه زيت. وهنا كوبايه لبن رايب هتاخد مني نص كيلو دقيق، هياخد حوالي كوبايه ونص لبن رايب. هنحط الكوباية ونعجن، هنلم بس العجينة الأول كده، نغلف الدقيق كله بالسمنة اللي احنا حطيناها، ونقلب بإيدينا تقليب تقليب تقليب. وبعد كده هنضيف عليه اللبن الرايب لغاية ما كمية الدقيق تاخد مني نص كيلو. الدقيق بتاعي خد مني كوباية ونص لبن رايب. يمشي لبن حليب، يمشي لبن بودرة، يمشي لبن رايب، أي حاجة متاح بين إيديكي تمشي. يعني ما عندكيش لبن رايب اعملي باللبن الحليب، لبن بودرة، بلبن رايب، اي حاجه. ادي النص الكوبايه التانية بوريها لكم اهي. ضفت النص الكوبايه التانية برضو، بس يكون بحراره الغرفه، ما تطلعيش الحاجه من التلاجة عشان الخميره ما تموتش منك. هنعجن نعجن نعجن نعجن، ونلف العجينه ونعجنها كويس لغايه ما تبقى العجينه معانا ملساء وناعمه. هنعجن فيها كده فتره لغايه ما العجينه تبقى معانا ايه، بتشد كده وتمط معانا. هنحاول نشدها على الرخامه كده، تشديها كده. عندكيش كبة عجانة تشديها بإيدك كده على الرخامة زي اللي أنا بعملها كده، عشان العجينة تشتغل معاكي والخميرة ايه تشتغل معاكي اي، عشان تبقى كويسة لغاية ما العجينة تبقى ناعمة في ايدك. تقعدي تدعكي فيها لغاية ما تنعم في ايدك. دعكناها كويس خالص وبقت حلوة. هنحطها في البولة ونغطيها بكيس بلاستيك ونسيبها لغاية ما تخمر. هنا خمرت العجينة ما شاء الله. هنشيلها كده بخفية، مش هنضيع منها الخمر قوي، ونحاول نظبطها بس نلفها لفة كده. ونحاول نقطعها بايدينا كده كور صغيره على حسب ما انت عايزه القرص قد ايه. هنا صينيه دهنتها مسحه زيت بسيطه، ونكور كده على حسب ايه، الكور كلها مقاس واحد. ايدك ميزان او عينك ميزان كده، عينك بعينك كده تعملي القرص كده كلها متساويه على قد بعضها. تمام كده. هنقطع نقطع ونحط كده. وبعد ما نقطعهم كلهم، هنيجي بقى نسوي الكور بايدك بالراحه كده، وتلميهم لم 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 زي كأنك بتلمي سره كده. احنا لسه بنقطع هنا في العجينة. النص كيلو هيطلع لك 12 قرصة حلوة اوي. اه هنلمها كده، بصي كأنك بتلمي حاجة سرة كده، بتلمي كده، تلمي وتروحي بإيدك بكف إيدك وتعملي لفة بسيطة كده خفية لغاية ما تنعم معاكي. والرص في الصينية بصي بلمها كده، لمي ولفي لفة بسيطة لغاية ما العجينة تبقى ناعمة. ابعديهم عن بعض عشان طبعا لسه هنفرد القرص، مش هندهن القرص حاجة خالص دلوقتي. لفيناها هنا وحطيناها في الصاج اهو. حطيت حبة هنا وحبة هنا، ولازم نوسعين عشان احنا هنفرج القرص بايدك بخفية بسيطة. هنروح نيجي من اول واحدة عملناها نروح فرجين فيها على طول، فردة كده بسيطة، ما تخليهاش رقيقة عشان ما تبقاش تنشف منك في الفرن. سمكها متوسط يعني، ولا تخينة قوي ولا رفيعة قوي. نفردها كده ونسيبها تاني تخمر. اهم حاجة اي حاجة فيها خميرة، المعجنات لازم تديها كفايتها في الخمر. خمرناها قبل ما نقطعها، وبعد ما نقطعها لازم تخمر تاني. نفرد كده، ولا هنخرم القرص ولا هنعمل دي اي حاجه، ولا حشيناها دي قرص ساده. ممكن تشيها عجوه، بس احنا عاملين قبل كده قرص بالعجوه المبسوسه، بس دي عاملينها باللبن الرايب وفردناها. هنغطيها بفوطه كده لغايه ما تخمر معانا، وبعد ما تخمر نحطها في الفرن. تطلع من الفرن هوريها لكم. ايوه كده، هسيبها لغايه ما تخمر تاني، وبعد ما تطلع من الفرن هوريها لكم. ما شاء الله طلعت تحفه. شايفين عامله ازاي القرصه؟ ما شاء الله جميله جدا. اهي شايفين عامله ازاي القرصه؟ حاجه كده في البيت حلوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش في لايك وكومنت واشتراك منك، واقول سلام عليكم.